بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وكرم على عبده الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلى جميع آبائه وإخواننا الأنبياء والمرسلين وآلهم وتابعيهم وجميع الملائكة المقربين وعباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم منا وأكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، ورضي الله تعالى عنكم وبسند سير الله سيدنا الإمام المؤلف سيدنا عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بن الفقيه رضي الله تعالى عنه في كتابه فتح بصائر الإخوان قال: الدائرة الرابعة، وهي مطالعة الحقائق والوقوف على الحد والمطلع في جميع الرقائق والدقائق. هذه الدائرة الرابعة التي سماها دائرة العرفان، وذلك أنه بعد التحقق بحقائق الإسلام والإيمان والرسوخ فيها بالعلم والبيان يحصل الوصول إلى دائرة الإحسان، وحدثنا عنها في الدرس الذي سبق. وها هو يختم بهذه الدائرة الكبيرة العظيمة، وهي شأن المعرفة الخاصة بالله الرحمن جل جلاله وتعالى في علاه، والملازم لها المحبة الخالصة. فعلى قدر المعرفة تقوى المحبة، كلما قويت المعرفة وكلما اتسعت المحبة، وكلما عظمت المحبة. فالله يوفر حظنا من معرفته وحبه، ويسعدنا بوده وقربه، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. يقول في هذه الدائرة، دائرة المعرفة الخاصة، تكون مطالعة الحقائق، وهي انكشاف الحقائق الشيء على ما هي عليه بارتفاع الحجب من الأوهام والخيالات والظلمات والغفلة من القلب، ودوام الحضور مع الرب جل جلاله. قال: والوقوف على الحد والمطلع، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول عن آيات القرآن: إن لهذا القرآن ظهرا وبطنا وحدا ومطلعا. قال: في جميع الرقائق والدقائق، أي يعلم من الآيات ومن الأحاديث ومن الركوع ومن السجود ومن مختلف العبادات ومعانيها الرقيقة، يطلع على الحد والمطلع، يقف على الحد والمطلع. قال: وذلك ثمرة الطريق، أي ثمرة سلوك الطريق والانتهاج الصحيح فيها. ولا تقل قد ذهبت أربابه، كل من سار على الدرب وصل. ثمرة الطريق وزبدة التحقيق. يقول عليه رحمة الله في بيان هذه الحقيقة: فإن الموفق، اللهم وفقنا واجعلنا في الموفقين، اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه، وفقنا للخير وأعنا عليه. قال: فإن الموفق إذا تمسك بالواردات القرآنية والسنة المحمدية على الطريقة الإحسانية، أي على درب الإحسان، وهو استشعار اطلاع عالم السر والإعلان، فيعبد الله كأنه يراه. قال: وساعدته العناية الربانية، فإنه مهما اجتهد ومهما جاهد ومهما صف باطنه، إذا لم تكن عناية من الرب جل جلاله لا يفضي إلى الحقيقة، ولا يشاهد نورها، ولا يذوق مذاقها إلا بعناية الله تبارك وتعالى. لله بارقة للقلب قد لمعت، من عالم الأمر لا من عالم الصور، أنستك إياك والأكوان أجمعها، وأوقفتك على المطلوب والوطر. قال: وساعدته العناية الربانية، سر تقدس لا يفشى لغير فتاة، أفنى المسمى وأفنى سائر الحجب،
وساعدته من الرحمن بارقة سرى بها يقصد العليا من الرتب. وساعدته العناية الربانية حتى تمكن في شهود الحق جل جلاله وتعالى في علاه كما يليق بجلاله وعظمته، شهود إحاطته، شهود قدرته، شهود عظمته، شهود اطلاعه، شهود إحسانه، شهود امتنانه، شهود وجوده الحق الواجب. قال حتى تمكن في الشهود ورأى سريان الجود بالحقيقة في مسالك الوجود والخليقة. كل شيء قائم بعلمه، كل شيء قائم باسمه سبحانه وتعالى محوط بعلمه، فيشاهد سريان امتداد وجريان الجود بالحقيقة، الجود الإلهي. فما من موجود إلا وقد جاد عليه الموجد بالإيجاد، وأنعم عليه بأنواع من النعم في الخافي والباد، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. رأى سريان الجود في الحقيقة في مسالك الوجود والخليقة، فرأى الحق حقا واستمعاه، وعرف الصواب من الخطأ فاتبعاه، اتبع الصواب، فاتضحت بنور الحق طريقته، واعتدلت بميزان العدل خليقته أي طبيعته، وصفت وكذلك أخلاقه وصفاته، وصفت بصفوة اليقين حقيقته، فأشرقت له النورانية الشاملة، وظهرت به الإنسانية الكاملة، أي ظهر من طوى فيه من سر الإنسانية وشرف الإنسانية وكرامة الإنسانية وخصوصة الإنسانية، بما أشار إليه الحق بقوله تعالى: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. ولقد كرمنا بني آدم، فهذا الإنسان المكرم المخصوص بالاستعداد للفهم الخاص وللمعرفة الخاصة، إذا سلك الدرب بالصدق والإخلاص وتخلص من جميع الالتفاتات إلى غير الخلاق جل جلاله، أشرقت أنوار اليقين في قلبه، وأبصر من غيب ربه ما يصير ما آمن به عيانا يشاهده، وينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين. قال: وظهرت به الإنسانية الكاملة، فسره باطنه، فسره مع الله تعالى في قدس اللاهوت، وقلبه مع الملأ الأعلى في أعلى الملكوت، وجسده في عبادة الله مع أهل الله في عالم الناسوت، فهو يعبد الله بجميع عبادات المخلوقات. عالم الناسوت عالم الإنسان، عالم الخلق الإنساني، فهو بين الناس بجسده، ولكن له روح مع الملأ الأعلى، له قلب مع الملأ الأعلى، وله روح مستغرقة بحب الحق جل وعلا. فإذا لسره شهود لقدس اللاهوت، واللاهوت أنوار الإله سبحانه وتعالى، وأنوار أسمائه وصفاته وذاته العلية. قالوا قدس اللاهوت، فمن تقدس وتنقى وتطهر تهيأ لأن يسري سره في قدس اللاهوت. وقال: وقلبه مع الملأ الأعلى من الملائكة والمقربين في أعلى الملكوت، والملكوت عالم الغيب وعالم المعنى، مقابل عالم الحس وعالم الشهادة، عالم الغيب. قال تعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. وفي ذلك قالوا: كم عبد تنظره حاضرا وروحه في العلا تجول، وروحه في العلا تجول. يقول: وجسده في عباد الله
مع أهل الله في عالم الناسوت، فهو يعبد الله سبحانه وتعالى بجميع عبادات المخلوقات، فهو في ذكره مع الكروبيين، والكروبيون صنف من أعلى الملائكة وقال لهم الكروبيون. فهو في ذكره مع الكروبيين، وفي تسبيحه وفكره مع بقية الملائكة، مع الملائكة المقربين، وفي عمله وشكره مع عباد الله الصالحين. إذن فقلبه حاضر مع أهل حضرة الله العزيز الغافر جل جلاله، ففي لقلبه تولع وتعلق بأسرار التسبيح والتحميد والتقديس الذي يسبح به ويقدس الملائكة والمقربون والعباد الصالحون والحضرات القدسية، وهو يشارك أهل الصلوات في صلواتهم، وأهل الحضور مع الله تعالى في حضورهم، وأهل الذكر بأنواعه، وأهل التلاوة للقرآن الكريم، فهو بذلك متصل بعبادة العابدين من أهل السماوات ومن أهل الأراضين. فتسري إليه سراية تسبيح كل مسبح، وتكبير كل مكبر، وتهليل كل مهلل، وتوحيد كل موحد من أهل السماء ومن أهل الأرض. وقد أعان الله تعالى المؤمنين على ذلك بأنهم لا يعبدون مجلس ذكر في الأرض إلا حفتهم الملائكة السيارة والملائكة السياحون الذين يلتمسون حلق الذكر فيحفونهم بأجنحتهم حلقة فوق حلقة إلى السماء. انظر كيف هذا السلك في الاتصال بالعالم الأعلى، حلقة فوق حلقة إلى السماء الدنيا، ويحضرون معهم ذكرهم ودعاءهم ويؤمنون على دعائهم. وقد يجري الله تبارك وتعالى في ذلك الذكر على قلب، أو في مجلس التذكير من قلب على لسان مقرب أو عارف أو صديق، ما تنتعش به أرواح الملائكة المقربين للمعاني التي يفيضها الله على ذلك القلب، فتفيض اللسان بخالص الحكمة والنطق بالحقيقة. قال فقد ذكر بتسبيحات المخلوقات، واستقام قانتا مع الكائنات، وركع وسجد في تقلباته مع الساجدات، والساجدات الملائكة والإنس والجن من المؤمنين، والسماوات والأرض كلها مسبحة بحمد ساجدة له جل جلاله. فنفسه بالهدى مطمئنة باليقين، وشهوته الطبيعية لا يزال آدمي، لكن شهوته الطبيعية والغضبية والسبعية منقادة للدين، مع تكاد ترى وتشاهد فيه البشرية، فما يكون إلا مغلوبا بالخصوصية، إذ لا تنبعث شهوته قط إلا بحكم بإشارة العقل والدين، وكذلك لا يغضب قط إلا لله رب العالمين جل جلاله، مقتديا بحبيب الله الأمين الذي كان يرضى لله ويغضب لله تبارك وتعالى، ولا يغضب لنفسه ولا لشيء مما يقتضيه الطبع البشري، فلا يغضب إلا لله ولا يرضى إلا لرضاه سبحانه وتعالى. يعفو عن الذنب إذا كان في حقه وسببه، فإذا أضيع حق الله لم يقم أحد لغضبه صلى الله عليه وسلم. من رآه بديهة هابه، وإذا دعاه المسكين أجابه، يقول الحق ولو كان مرا، ولا يضمر لمسلم غشا ولا ضرا. قال وأسلم شيطان، ربما أسلم شيطانه فصار له على الحق كالمعين، خلافة للنبي الأمين الذي لما قال ما منكم من أحد إلا وله شيطان، قالوا حتى أنت، قال حتى أنا، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، فلا يأمر إلا بالخير ولا يأمرني إلا بخير. وذلك أن الله في حكمة خلقه وإيجاده
جعل لكل آدمي يوجد شيطان يولد بولادته ويموت بموته، يرافقه هذا الشيطان وكيلا عن إبليس يحاول أن يغويه وأن يدخل عليه الرياء والعجب والغرور ومحبطات الأعمال، أو أن يقوده إلى سوء ما استطاع إلى ذلك سبيلا. فإذا رسخ قدمه في الحضور مع الله والصدق مع الله وذكر الله خنس عنه الشيطان، فإذا رفع في رتبة عين اليقين أو وصل إلى درجات حق اليقين استسلم شيطانه هذا فلا يقدر عليه. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. قال جل جلاله: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فربما وصل إلى الرتبة التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم في سيدنا عمر بن الخطاب: إن الشيطان ليفرق من ظل عمر. وقال: إيها يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده ما رآك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. يبعد من الطريق كلها يخليها لعمر بن الخطاب، يدور له طريق ثاني من هيبة سيدنا عمر وقوة يقينه. فهذا ربما أسلم شيطانه، يرجع يخرج من الكفر ويسلم، يصير مسلم شيطان، لكن أصله شيطان ولكنه يصير مسلم، فيصير من المسلمين بالخلافة لسيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم والوراثة التامة. قال: فهو بعين عناية الله ملحوظ وبزين رعايته محفوظ. كلما زادت نعمة الله تعالى عليه بتوفيقه لطاعته وذكره ومعرفة جلالته وعظمته وعلو جبروته وقال تزيد معه هذه الحقائق ويزداد معه أن يعرف قصوره. قال: عرف قصوره وتقصيره في شكره، واعترف بعجزه وفقره وتلاشي أمره، فهو يستغفر الله في يومه أكثر من 100 مرة مقتديا بسيد أهل الحضرة صلى الله عليه وسلم: إني لأتوب إلى الله في اليوم والليلة 100 مرة، يقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وذلك أنه كلما ارتقى من مقام استغفر من المقام الذي قبله، ولا يزال فيقطع في اليوم 70 المقام وال100 المقام والأكثر من ذلك. قال: واعترف بعجزه وفقره. وهكذا قال محمد بن الواسع: وقد ألهمه الله تعالى الدعاء: اللهم إنك سلطت علينا عدوا بصيرا بعيوبنا مطلعا على عوراتنا يرانا هو وقبيله من حيث لا نراهم. اللهم آيسه منا كما آيسته من رحمتك وقنطه منا كما قنطته من عفوك وباعد بيننا وبينه كما باعدت بينه وبين جنتك. فتبدله الشيطان يوم قال: بأعطيك الأمان مني وأعدك أن ما أقربك ولا أسوس عليك بشرط لا تعلم الدعاء هذا أحد. قال: يا عدو الله يا خبيث تكذب علي، سأنشرك في البر والبحر والذكر والأنثى والصغير والكبير على رغم أنفك، فأنشر هذا الدعوة. إنما قصده لا يتحصن المؤمنون بحصن الله فلا يقدر عليهم، فكذب عليه قال: بيعطيك الأمان أنا ما أقربك أبدا ولا وسوس لك بشرط أنك لا تعلم هذا الدعاء أحد. قال: لا كذبت يا عدو الله، والله سأعلمه للصغير والكبير والذكر والأنثى وأنشره في المسلمين. اللهم إنك سلطت علينا عدوا بصيرا بعيوبنا مطلعا على عوراتنا من بين أيدينا ومن خلفنا يرانا هو وقبيله من حيث لا نراهم. اللهم فآيسه منا كما آيسته من رحمتك وقنطه منا كما قنطته من عفوك وباعد بيننا وبينه كما باعدت بينه وبين جنتك. وهكذا في شأن عباد الرحمن الذين ليس الشيطان عليهم سلطان. وكان يذكر بعض العارفين أن إبليس أيام سيدنا الجنيد بن محمد جمع من عفاريته الكبار والمردة عدد، وقال: من لي بالجنيد بن محمد هذا؟ الجنيد قاعد يدعو الناس إلى الله ويخلصهم من الشوايب ويدلهم على الطريق ويفلتهم علينا. من لي بالجنيد بن محمد؟ قال: فرأى أن عفريت من الكبار قال: تفرغني له، ما توظفني بوظيفة أخرى تجعلني له؟ قال: نعم تفرغ له. فذهب وتزيى بزي مريد
يريد السير ويريد الوصول، فجاء ودخل عنده قال أنا أريد تقربني إلى الله وتريد تطهرني. قالوا وإن سيدنا الجنيد عرفه ولكنه ما هو داري أنه عرفه، فقال له مرحبا تفضل. ودخلوا عنده مع الطلاب، زاد على الطلاب، يقوم قبلهم يجي قبلهم ويراجع أكثر منهم ويصلح صورة عبادة أكثر منهم. يقولوا هذا عدو جاء جديد ولكنه مجد ومجتهد أحسن منا، فرفعوا درجته. لما شافوه زاد عليهم فقالوا ما يصلح لخدمة الشيخ إلا هو، فهذا هو أقرب، نخليه يخدم الشيخ، وهذا الذي يريد هو يتقرب ويحاول في الجنيه شيء. فوكلوه بخدمة الشيخ، فكان يقرب له الطهور ويشل السراج معه آخر الليل، ينزل به إلى المسجد حتى جاء ضيف من الصالحين يوم عند سيدنا الجنيد، أخله في الله، فبات معه. فلما أصبح الصباح إذا بهذا يحمل الضيف رجل من أهل البصيرة، عرف، يدق الجنيد بن محمد يقول تشوف الإنسان، تشوف هذا الشخص هذا، يعني ما هو إنسان هذا. ضحك سيدنا الجنيد قال دع الشقي يشقى، خلي أبوه يشقى، دع الشقي يشقى، خلي أبوه يتعب، قال خلهم. هذاك حس مع كلام، قال لي معك كذا كذا مدة ما قدرت أدخل عليك ولا بخاطر واحد، يردنا نورك أنت ما رأيت مثلك. قال كذبت يا عدو الله، أنا من أقل خلق الله. رماه بالسراج دقوا وشرد وراح، وسنواته ما قدر على الجنيد بشيء. فكان شاهد قوله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. وهكذا كان يذكرون في كرامات الأولياء أن سيدنا محمد بن حسن جمل الليل عليه رضوان الله تعالى تبدى له الشيطان ليلة في مسجده، قال عدو الله تأتي إلى مسجدنا؟ قال هذه المرة ولا أعود ولا أقرب مسجدك ثاني مرة. قال فقال له يا عدو الله إن علم الله أني في عجز وضعف الليلة وسقي إخراج الماء من البير من أجل سقي النخل بأعجز عنه، فعليك أنت الآن. فجاء بالحبل وربطه فيه وحمل العصا فوق وقال هيا انزح الماء، وأخذ ينزح عليه الماء حتى ملأ المكان. قال الآن تعاهدنا ما تقرب المسجد؟ قال نعم. قال ابعد يا عدو الله، فذهب. فكانوا إذا ذكروا القصة ذكروا الآية إن عبادي ليس لك عليهم بل لهم السلطان عليه. وهكذا أخبرنا صلى الله عليه وسلم في الحديث أن عفريتا ماردا من الجن في الليل برز له طاسم أيضا في المسجد فأمسكه صلى الله عليه وسلم، فقال اتركني يا رسول الله ما أعود. قال فعزمت أن أربطه بسارية من سواري المسجد صلى الله عليه وسلم فيصبح يلعب به صبيان الأنصار. قال صبيان المدينة بيلعبون به تحت سلطة روح زين الوجود صلى الله عليه وسلم. قال فتذكرت دعوة أخي سليمان، قال رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد وكان المردة والعفاريت مسخرين. فمن تواضعه صلى الله عليه وسلم أحب أن لا ينافس سيدنا سلمان في ملك لا ينبغي لأحد من بعده. قال فتذكرت دعوة أخي سليمان فأطلقته وإلا لأصبح يلعب به صبيان المدينة. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. وهكذا الذين هم في جوار القرب من الرحمن يفر منهم الشيطان، كما قال إن الشيطان لا يفرق من ظل عمر، يعني ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه. قال ويخاف الله أعظم من خوف العصاة لما عرف الله تعالى وأمره. فهو إذن يخاف على قدر معرفته. وماذا يعرف العصاة من عظمة الله؟ فهذا العارف أخوف منهم لأنه أعرف، فخوفه واستكانته لجلال الجبار أعظم من خوفه من النكال ومن عذاب النار، فإن النار من جملة خلقه وجنوده سبحانه وتعالى المسخرين في وجوده،
وهو أعلم بما عنده مما هو أعظم، وما يعلم جنود ربك إلا هو، ويخلق ما لا تعلمون، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، قل فلله الحجة البالغة وله المثل الأعلى وفوق كل ذي علم عليم. فيرى من جلال الله وعظمته ما يكون به النار وغيرها بالنسبة له شيء يسير بالنسبة لعظمة الجبار الكبير جل جلاله، فما إلا مظهر من مظاهر السخط والغضب. فخوفه من الله لعظمة الله لا بمجرد النار وما فيها من الأنكال والحيات والعقارب والعذاب، بل يرى أن انقطاعه عن هذا الله وحجابه عن الله أشد من دخول النار، أشد من دخول النار، بل يرى أن غفلة ساعة أشد عليه من دخول النار. قال فلا يزال هذا العبد الموفق بين خوف الابتلاء والمحنة ورجاء القرب والصلاة الآن وفي الجنة، يعني فالآن في الحياة الدنيا وفي الجنة، يرجو المراتب العلا ومرافقة خير الملا والنظر إلى وجه الملك الأعلى. قال تارة يقبضه الجلال عند شهود لجلال الرحمن يصير عنده انقباض وهيبة، وتارة يبسطه الجمال، فهو ما بين بسط وقبض، وقد ينطوي المسافة في القبض ما لا تنطوي في البسط. تارة يقبضه الجلال وتارة يبسطه الجمال، شاهد الفقر في جميع الخصال، وهو مشاهدا للفضل والمنة على كل حال. علوم القرآن والسنة، فهو يترفل في فنونها ويتوغل في بطونها ويبتهج بأنوارها وينتهج في أسرارها، ويكرع من شراب عيونها ويغوص على جواهرها ومكنونها، ولا يحجب شهود الحقيقة عن شواهد الشريعة ومشاهدة الخليقة. وهذا بعد الفناء يقال له مقام البقاء. مقام البقاء يعود، ولكن عودته غير ما كان إلى الأكوان، فينظر بغير النظر الذي كان ينظر به، ويحس بغير الإحساس الذي كان يحس به، يعود إلى الكائنات وما فيها، لكنه في شهود أسنى ذائقا، لمعنى أنها تحت القهر وتحت السلطان للإله الرحمن جل جلاله، فيعيش معها بظاهره وقلبه مع الرب سبحانه وتعالى. فإذا فني عن جميع الكائنات أكرم بالبقاء، وخصوصا إذا أراد الله أن يهدي على يديه أحد أو يدله أو يدل على الطريق أحد من خلقه فيعيده إلى البقاء. قال سيدنا الإمام الحداد: ولي أمل وراء هذا بعيد، وذاك بأن أصير إلى الحبيب وأشهده مشاهدة، فأفنى عن الكون البعيد مع القريب، وأن أبقى به بعد التفاني، فيا بشرى يا ما أوفى نصيبي. وأن أبقى به بعد التفاني، فلهم بعد الفناء بقاء بالله، فناء في الله وبقاء بالله جل جلاله، فيرجع يحس بالكائنات والموجودات ليقيم أمر الحق جل جلاله وليؤدي الفرائض ولينفع العباد. ولكن الآن نظر إليهم غير نظره الذي كان، والشعور معهم غير الشعور الذي كان، يعيش بينهم وسره مع الإله جل جلاله وتعالى في علاه، ويشاهد أنهم تحت قهره تعالى في علاه، وأنهم آلة تحت الجلالة، يسخرهم ويدبرهم ويقدمهم ويؤخرهم ويرفعهم ويعليهم، فيتوسط ويتسبب في إرفاع من يرفعه الله وتقريب من يقربه الله وتعليم من يعلمه الله، ويشهد أنه هو وهم تحت قهره تعالى في علاه. فلا يقطعون عن الحق ولا يحجب شهود الحقيقة عن شواهد الشريعة ومشاهدة الخليقة. والأعمال الصالحة عنده هدية الله إليه ومنة من بها عليه سبحانه وتعالى، ومنة منه عليه، منحها يعني العبادات والمجاهدات، منحها إياه ليقبل بها إليه، وفتحها له ليفتح بها عليه، فهي باب الله الذي لا مدخل إليه إلا منه ولا مسلك إلا فيه وعنه. قال فهو عامل على القرب والتعريف
قائم بواجب الشريعة معتقدا وإن سقطت عنه الكلفة بقاء التكليف، يعني الكلفة ترفع عنه كلفة الأعمال، التكليف باقي، فهو ما دام بعقله وما دام على ظهر الأرض مكلف بالأوامر والنواهي، لكن الكلفة ترتفع، يعني تصير المشقات في العبادات لذائذ له، تطيب ويذوق حلاوتها. حتى كان سيدنا محمد جمال الليل هذا يقول: أخشى أن لا أوجر على قراءة القرآن. قالوا: كيف؟ بكل حرف 10 حسنات أو 100 حسنة أو 50 حسنة. قال لي: ما أجده من اللذة والحلاوة، فأنا أقرأ بشهوة، أقرأ القرآن بشهوة، مشتهي لتلاوة القرآن، فأخاف أن أفقد الأجر من شدة حلاوة القرآن في فمي. حتى كانوا في أيام رمضان يؤخر أكثر تلاوة القرآن إلى الليل. قال: لماذا؟ قال: لأني في النهار أريد أن أطعم الصوم، أما إذا قرأت القرآن فأذوق طعم العسل ولا أحس بالجوع ولا بالظمأ، يذهب عني الجوع والظمأ. قال: فيشتغل بالعبادات الأخرى في النهار وأكثر التلاوة يؤخرها لليل رجاء يذوق أثر الصوم من العطش ومن الجوع. قال: فأما إذا قرأ القرآن قال: وجدت كطعم العسل في فمي وذهب عني كل عطش وذهب عني كل جوع فلا أحس بالصوم. قال: حاول أن يحس بأثر الصوم، ومع ذلك كانت أمه تضع له قرصا كل يوم من الخبز ليأكله، فكان بين إصبعيه يأخذ شيئا كثيرا لأجل يذهب المواصلة، حرمة مواصلة الصوم. فإذا كان آخر يوم من رمضان وخرج من خلوته تجي أمه تحصل 30 قرص على عدد أيام رمضان كلها موجودة حقه كل ليلة، وهو اللي يأخذ يسير بين إصبعين من كل قرص في كل ليلة، أمر يسير، ويترك الباقي ويتغذى بالقرآن عليه رحمة الله تبارك وتعالى. فسبحان الله، في إرث إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: هذا شأن الأعمال الصالحة عنده، هدية من الله له، وبالتكليف باقي، يخاف الوقوع في المعصية والبعد، وإن صح له القرب والوصل والتأليف فهو عبد الله الجامع ومظهر سره اللامع، الداعي إليه أي إلى الله فيه على بصيرة، والممد لخلقه به عنه في كل سيرة وسريرة، فإن أظهره ظهر بفضله، ووصل نعمته ورحمته لمن خصه بوصله على حسب ما قسم على يديه من السعادة، وقدره له من التلقيح والولادة للأرواح، فيولد على يدي كثير من الناس الولادة الثانية. كان سيدنا عيسى يقول: لا يلج إلى عالم الملكوت من لم يولد مرتين. أما الولادة الأولى خروج من بطن الأم بعد نفخ الروح، هذا كل الناس ولدوا، لكن الولادة الثانية الخروج من حبس الطبع والهوى والحس إلى عالم المعنى، هذه ولادة ثانية. قال: لا يلج إلى عالم الملكوت من لم يولد مرتين، فهذه الولادة الأولى بواسطة أب وأم، والولادة الثانية بواسطة شيخ حاضر مع الله تعالى من أهل الحضرة، يخرجه من شر طبعه ومن حجابه بالكائنات والحسيات إلى عالم الروح. نعم، عالم الأرواح خير من الجسم وأعلى ولا يخفى على كل ذي علم. فما لك قد أفنيت عمرك جاهدا بخدمة هذا الجسم والهيكل الرسمي، ظلمت وما إلا لنفسك يا فتى، ظلمت وظلم النفس من أقبح الظلم. تيقظ هداك الله من نوم غفلة ولهو، ولا تعمل على الشك والوهم. لا إله إلا الله. اللهم روح أرواحنا بنسيم قربك. قال: يهب لمن يشاء إناثا، كما أنه في عالم الدنيا يهب المشاء إناثا من البنات ويهب لمن يشاء الذكور من الأولاد، فكذلك يهب الولوج إلى عالم الأرواح ذكورا وإناثا يوصلهم الله على يده كما قدر: 1 2 10 20 100 200 44 500 600 أقل أكثر على حسب ما سبق له. هذول أولاد روحه، يصير هؤلاء أولاد روحه، كما أن هؤلاء أولاد الجسد
يأتون. فهذا لما يلقح أرواحهم بنور المعرفة بالله تعالى والشهود له يتولدون الولادة الثانية، فيصير هذا أبوه من جهة الروح، فهو الوالد لهم. ولذا يكون المعلم أب لمن علم، وهو خير الآباء. فإن آباءك ثلاثة: من أولدك، ومن زوجك ابنته، ومن علمك، وأفضلهم الثالث، أعظمهم هذا الثالث. ولما كان الأمر كذلك، هؤلاء المؤمنون على وجه الخصوص والعالم كله على وجه العموم براه الله وأوجده وأعطاه نعمه بواسطة النبي محمد. فلما كان هكذا قدره صلى الله عليه وسلم قال: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواج أمهاتهم. سارت الأمومة إلى زوجات الحبيب صلى الله عليه وسلم ببركة اتصالهن به. تكون مرأة عادية من النساء لما يعقد عليها تتحول أما لكل مؤمن إلى أن تقوم الساعة. كل مؤمن هي أم له، يصير بالروح. فأمهاتنا بالأرواح زوجات سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، وهو ما يجعله مجرد أب. الله قال: أولى بهم من أنفسهم، فوق الأب. أولى بك من نفسك أنت، عاد ما هو أولى من أبوك ولا من ولي أمرك بك، من نفسك هو أولى بك، لأن حقه عليك بعد حق الله أعظم حق، ما تقدر تؤدي حقه، فهو أولى بك من نفسك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، لا إله، اللهم صل عليه وعلى آله. ولكن وأزواجه أمهاتهم، بمجرد ما ينكحها زين الوجود يتحول روحها أما لكل مؤمن إلى أن تقوم الساعة بسبب قربهم من الذات الشريفة. لذا حتى في القيامة بعد ذلك يطلعن إلى منازل شريفة من أجله. وإذا بسادتنا الأنبياء من تحت وهن يطلعن، ما هو لأجلهن ولا هن أفضل من الأنبياء، لكن من أجل زوجهن صلى الله عليه وسلم، من أجل فيرتفعن في المراتب العالية فوق أعلى الفراديس، والأنبياء من تحت كلهم دونهم، لكنهم ما بأنفسهم طلعن ولا هن أفضل من الأنبياء، لكن بالتبعية. يعني يرتفعن إلى قصوره صلى الله عليه وسلم، وقصوره فوق قصور الأنبياء كلهم. فزوجاتهم يسكنون فين؟ يدخلون إلى القصور حقه، لكن لا بحكم الأصل بل بالتبعية له صلى الله عليه وسلم. وبذلك ارتفعت درجاتهن عليهن رضوان الله. ولذا لما أراد أن يطلق سيدتنا سودة عليها رضوان الله قالت: يا رسول الله، أنا لا أستطيع الآن على القيام بخدمتك ولا أقدر وقد كبرت، ولكن لا تطلقني، فإني أحب أن أحشر في نسائك يوم القيامة وتموت أو أموت وأنا في عقدك، وليلتي وهبتها لعائشة. الليلة حقيقة أعطها عائشة رخصة مني، ولكن لا أخرج من عصمتك، فأبقاها صلى الله عليه وسلم حتى توفي، وعدها لا زالت موجودة. فكانت إحدى التسع التي توفي عنهن صلى الله عليه وسلم، واثنتان متن في حياته، أولهن وأعظمهن خديجة، وقام معها 25 سنة لم يتزوج غيرها صلى الله عليه وسلم، وارتفع قدرها وشانها، وجاءها وما خرجت من الدنيا حتى جاءها السلام من الله. وروى الإمام مسلم في صحيحه يقول إن هو صلى الله عليه وسلم كان جالسا وجاءه جبريل قال: إن هذه خديجة تقبل عليك، تدخل عليك حاملة طعاما فيه إناء فيه طعاما، فإذا دخلت فأقرئها السلام من الله. قال: ربي أرسلني تقرئها السلام من الله ومني. سيدنا جبريل لما رأى رب العرش يسلم عليها هو يريد يسلم أيضا، قال: ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، أي من لؤلؤ مجوف. فلما دخلت قال لها: هذا جبريل يقرئك السلام من الله ومنه، ويبشرك ببيت في الجنة من قصب. قالت: الله السلام ومنه السلام وعليك وعلى جبريل السلام ورحمة الله وبركاته. قالوا: المؤمنين تحيتهم يوم يلقونه، لكن خديجة من قبل اللي قعدها في الدنيا وياها السلام. أما عامة المؤمنين يوم يلقونه،
تحيتهم يوم يلقونه سلام. في الجنة بعدين سلام قولا من رب رحيم جل. لكن السيدة خديجة معجل لها لأنها نصرت النبي وأحبت النبي وبذلت جاهها ومالها للنبي صلى الله عليه وسلم، فارتفع قدرها عليها رضوان الله. هكذا يقول يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا ويجعل من يشاء عقيما وعلم بعض أولياء وصالحين ما يكون له مريدين ولا تلاميذ ويجعل من يشاء عقيما، ما حد ينتفع به، يمر على الناس ولا يصل أحد على يده، مثل الإنسان عقيم ما حد له أولاد، وبعضهم له قليل بعضهم كثير على حسب القسمة من عنده تعالى، قسم هذا قليل وهذا كثير، وهو يوصل من يشاء على يد من يشاء. فذكر الآن كلمتين في الخاتمة، يقول الخاتمة: لا خلاف بين الظاهر والباطن ولا الأول والآخر ولا الشريعة والطريقة والحقيقة، كلها دين واحد شيء واحد. قال وبيان ذلك أن الشريعة أحكام الله التي كلف بها العباد للطاعة والانقياد عند إثبات الأسباب وإقامة الانتساب ليخرجهم بحكم الشريعة من ظلمة الهوى والطبيعة باجتناب المنهي وامتثال المأمور في جميع الأمور. قال حتى بنور قدسه تخلى، وحتى بنور قدسه تحلى، وعن شرور طبعه تخلى. يخرج بالشرع عن نور عن ظلمة الطبع. أيوة. يقول والطريقة السير بتلك الشريعة. كيف التخالف؟ ماشي تخالف بينه. السير بتلك الشريعة إلى الله على ما يستطاع بالخلوص بالإخلاص إلى الله فيها، والانقطاع إليه، وهو التبتل الذي قال الله فيه لنبيه: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه واذكر اسم ربك وتبتل إليه، يعني انقطاع إليه عن كل شيء سواه. يقول نعم بالخلوص الله بالانقطاع والتبري من الركون إلى الأسباب والكون على الانتساب ليخرجوا من قيودها وحدودها إلى مطلع الجود ومنبع الوجود. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. هذه الشريعة وهذه الطريقة. والحقيقة تجلي الحق بنوره على عبده بالتحقيق بغاية التنزيه وظهور الوحدانية بلا تعطيل ولا تشبيه، ظهور عمل العبد بقدرته الحادثة. ولنوضح المثال في نسبة الأعمال، فإن الله خلق العبد وقدرته وعمله بقدرة واحدة، فنسبة العمل إلى الله حقيقة، ونسبة إثباته للعبد بإثبات الله شريعة، وعمل العبد بقدرته مع شهود الفضل أو الفعل من ربه بلا منافاة طريقة، فصارت شريعة وطريقة وحقيقة واحدة. وجاب مثال من القرآن، قال الله لنبيه: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. قالوا ما رميت طريقة، أنت في الطريقة ما تعد نفسك الرامي. لما حمل في غزوة بدر بيده صلى الله عليه وسلم حصبة ورماها في وجوه الكفار، وقال: شاهت الوجوه، فطارت إلى عين كل واحد منهم، فجعلوا يدلكون أعينهم وهزموا. قالوا وما رميت، كيف ما رميت؟ في الطريقة ما رميت، لأنك تشهد أنه هو الذي أقدرك، وهو الذي يسر الأمر لك، وهو الذي حمل عنك هذا التراب حتى أوصلوا إلى عيونه. فما رميت إذ رميت شريعة، أنت في الواقع ما سكتت ولا جلست جالس، نزلت بيدك ورفعت بيدك، فالشريعة رميت. ما رميت إذ رميت ولكن الله رمى حقيقة. ما رميت طريقة إذ رميت شريعة ولكن الله رمى حقيقة جل جلاله. قال ويقول العبد يصلي، جاب مثال، قال يقول العبد يصلي في الصلوات اللي يصليها، يقول أصلي. قال فهو بالنسبة لعموم المؤمنين أصلي لله. نعم كلهم يصلون لله. قال هذا شريعة، صلى شريعة. لكن صاحب الطريقة يوقن أنه ما يقدر على الصلاة إلا بتوفيقه، وإلا بمنه، وإلا بمعونته ومساعدته، وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا.
فالمعنى عنده أصلي بالله، هذاك بس يصلي لله فقط ويرى نفسه كأنه عامل، لكن هذا يصلي لله بالله، يصلي بالله. قال عاد صاحب الحقيقة فوق هذا صاحب الطريقة، قال يصلي بالله. كيف صاحب الحقيقة؟ قال صاحب الحقيقة يقول خلق الله الصلاة لي وأقدرني عليها ونسبها إلي، صلى الله لي. الله صلى الله لي يعني خلقني وخلق الصلاة وأقدرني عليها ومكنني منها ونسبها إلي. فإيش الذي حصل؟ صلى الله لي خلق لي الصلاة وقدرني عليها ووفقني ونسبها إلي. لا إله إلا الله. قال فالأول هذا يقول أصلي لله، قال شريعة. الثاني يقول وأصلي بالله، طريقة. صلى الله لي أي خلق لي الصلاة وجعلها نسبتي حقيقة. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. قالوا مثال ذلك الإنسان له جسد ظاهر وروح حيواني ونفس ناطقة، نفسه الناطقة في الظاهر تنافي جسده الظاهر من كل وجه، لأنها نورانية لطيفة مجردة عن الشكل والكيفية بضد الجسد في ذلك. والروح الحيواني برزخ بينهما، بين الروح العلوي وبين الجسد السفلي، فيه من كل منهما، وصار الجميع إنسانا واحدا بجسده وروحه الحيواني الذي في جسده ونفسه الشريفة. فكذلك الشريعة والحقيقة مع الطريقة دين واحد ومعنى جامع كنسبة الأعمال إلى الله وعبده في عمل واحد، لأن القوة لله جميعا وإليه يرجع الأمر كله. هذه الحقيقة تخفى على الناس في الدنيا، لكن في الآخرة كل يشهدها حتى الكفار. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. قال وإليه يرجع الأمر كله، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، وهو على كل شيء شهيد، وهو بكل شيء محيط، وهو على كل شيء قدير. ألا إلى الله تصير الأمور دنيا وأخرى في كل جود ووجود وشاهد ومشهود. فسبحان الله، سبحان الله الذي أظهر كل شيء بنوره، لأنه نور السماوات والأرض. الله نور السماوات والأرض، ولولا نوره المحيط بكل شيء ما ظهر شيء، فهو أظهر من كل شيء. كان الصحابة ينشدون بين يدي النبي والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فهم بالله يصلون، بالله تعالى يصلون، وبالله يتصدقون، وبالله مربين على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فلا يتوهم أنه مستور أو محجوب نور الله، لأن المحجوب مقهور وهو القاهر، وإنما العبد هو المحجوب. الإنسان محجوب، ليس الله هو المحجوب. الله لا يحجبه شيء، لكن الإنسان يكون محجوب. ولهذا يقول سيدنا الحداد في من ظهر لهم نور الحق، يقول هذا جمال الحق قد تجلى ولم يكن محجوب قط كله، لكن قلب العبد حين يجلى شاهد، وكانت منه السواتر والحجوب كانت من العبد نفسه. ما هم الله ما يحجبه شيء، لكن العبد هو محجوب بظلماته، بغفلاته، بشهواته، بانصرافه عن الحق. هو المحجوب العبد، أما الحق لا يحجبه شيء، ظهر من كل شيء جل جلاله. لكن قلب العبد حين يجلى شاهد، وكانت منه السواتر. الله أكبر. هذه الحقيقة قد أشرقت من مشرق الطريقة، فامسك أخي بالعروة الوثيقة، وهي اتباعك سيد العشائر محمد المبعوث بالهداية والحق والتحقيق والولاية، إنسان عين الكشف والعناية، وروح معنى جملة المظاهر. كل مظاهر الوجود والجود روحها زين الوجود محمد صلى الله عليه وسلم عليه، فهي جسم وهو الروح صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. فعباداتنا وقراءاتنا ودروسنا هذه جسم، روحها حبيب الله، به نقبل، وبه إلى الله تصل، وبه من الله علينا الخير يتنزل. فهو روحها، نحن معنى جسم فقط، هذا صورة، معنى صورة وجسم، ولكن روحها محمد صلى الله عليه وسلم. قال يقول وروح معنى جملة المظاهر صلى الله عليه وسلم. قال وإنما حجب الخلق عنه عن الحق تعالى رؤية أنفسهم وظلمة أكوانهم المحيطة بهم،
وهكذا الأمر لله في قدرة الأعمال وغيرها من الصفات والأحوال كالسمع والبصر والكلام والبقاء والفناء والجمع والفرق والثبات والشتات والزمان والمكان في الذات والصفات. كلما وربما سبق إلى فهم المنكرين والجهال نسبة القوم السالمين من اللوم والزيغ والضلال إلى الميل إلى قول أهل الإلحاد والحلول والاتحاد. فحاشا الله وحاشا أهل الدين إذا تكلموا عن عظمة الله وإحاطته بكل شيء يظنونهم أنهم يظنون الحلول أو يظنون الاتحاد، وهذا كلام باطل لا يقوله ولي ولا يقوله عارف ولا يقوله صالح. قال وحاشاهم عليهم رضوان الله تعالى، وحاشا أهل العلم والدين، أهل الدين والعلم واليقين والكمال، بل من أنصف وتقرر عنده ما ذكره أهل العقائد في الكلام على مسألة الكلام في قولهم القرآن كلام الله محفوظ في القلوب مسموع بالأذان مكتوب في المصاحف غير حال فيها، عرف ذلك واعترف به. وكذلك ظهور عمل العبد بقدرته الحادثة التي لا تأثير لها مع نسبة الحقيقة إلى الله، ولكن الله رمى. فالعضو أعضاءنا مظهر قدرة الله في خلق الأعمال كالمصحف والحروف والآذان والقلوب مظهر ظهور كلام الله تعالى. وهذه العلوم قال مزلة أقدام أهل الإقدام، فكل من لم يستقر له تمكن في علم الأحكام مع علوم الطريقة ومناهج الحقيقة بعلم وذوق واحتكام فالأولى به التوقف فيها وعنها والإحجام، وما يدركها إلا من نور الله قلبه وهذب لبه وشرح بالنور اليقين صدره فصلح في الله أمره. قال سيدنا العدني العيدروسي وعين الحقيقة ما لها مشاهد سوى من 70,000 واحد، وما كان ينبغي ذكرها والخوض فيها على هذا البناء إلا لمجرد التشويق إليها والمدح لها والثناء، وأنها كنز الغنى وأولى من كل الأمور بكل اجتهاد واعتناء، لكن الأولى بها الستر والحفظ الخاص والاختصاص بالخواص أهل الذوق والإخلاص. وأما في العموم وفي تعليمنا للناس ودعوتنا إلى الله تعالى فالأولى التظاهر بعلوم الظاهر خصوصا علم الكتاب والسنة والاتباع وترتيب الفقه والتصوف عليه وتزيينه به وتشريف الأسماع، فهو أبعد عن الابتداع في اتباع الرسول وأقرب إلى الوصول إلى تقويم الفروع وتأسيس القواعد والأصول. فيكون علم الكتاب والسنة علمه ورسمه، والتفقه في الدين همه وفهمه، والتصوف في طريقه والتصوف طريقه ووسمه، والحقيقة كنزه وسره وكتمه، وليكن هذا آخر النموذج وختمه، والله أعلم. قال سيدنا العدني أيضا الله لا إله إلا الله يأمر بالجد والاجتهاد في السير إلى الله تبارك وتعالى، وإذا قال رسخ لك القدم في ذلك صح قدم التصوف لك وبان، والخبر عندك عيان والكلام بعد ذا لا ينبغي قد حسنها هنا قبض العنان. وهكذا يقول سيدنا الإمام الحداد فإذا جاوزت مرتقيا سدرة الأقدار والقدر سدرة الأسرار والقدر فتوقف وانتظر علما من علوم الأمر والذكر واحتفظ بالشرع واسعى به حكم رب العرش في الصور. وليكن هذا آخر صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا قرانا وأنت أعلم بنا وبما فينا، ونسألك أن لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا، وما ذكره أهل الذوق والحقيقة فاجعل لنا إليه حسن استمساك بالعروة الوثيقة، وارزقنا حسن القيام بالشريعة والعمل بالطريقة والوصول إلى الحقيقة. اللهم أكرمنا بذلك وألحقنا بخيار الخليقة، واسقنا من شراب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، واسقنا رحيقه، واجعلنا من الحاضرين معه في الحضرة الظافرين منه بالنظرة. يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين اقبل منا ما قرانا من هذا الكتاب وما فيه وانفعنا به. وبالسند إلى المؤلف عليه رحمة الله تبارك وتعالى أجزنا الذين حضروا الدروس معنا من الصغار والكبار والرجال والنساء في قراءة هذا الكتاب وتأمل معانيه وفي نشرها وإقرائها، أجزناكم في ذلك نيابة عن المؤلف.
الله يجري على أيديكم الخير، الله يجري على أيديكم النفع، الله يرزقنا وإياكم القبول، الله يتولانا في جميع شؤوننا. اللهم حنن على روح سيدنا المصطفى محمد حنانا نتنقب عن أكدارنا وعن أهوائنا وعن ظلماتنا وعن غفلاتنا وعن زلاتنا وعن جميع ما يحجبنا عنك، واكشف الحجاب وافتح الباب يا حي يا قيوم. مزق كل حجاب بيننا وبينك، ومزق كل حجاب بيننا وبين نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اجعلنا من الحاضرين الذاكرين، وارزقنا الحضور معك دائما، وتولنا بما أنت أهله ظاهرا وباطنا برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. لا الختام اليوم الختام، لا أنا قلت دعوت، وعادك أنت دعاء، وعليك دعاء، وعادك والدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار والبصار وضيائها وروح الأرواح وسر بقائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجنا بها من جميع الأهوال والآفات. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجنا من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك وعظم وشرف على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا كما ربونا صغارا. اللهم إنا نبرأ من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك، ولا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا الله. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وانصرنا على من بغي علينا. اللهم اجعلنا لك شاكرين ولك ذاكرين، لك مطاوعين راهبين إليك مخبتين أواهين منيبين. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا واجب دعوتنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة قلوبنا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بركنك الذي لا يرام، واغفر لنا بقدرتك علينا حتى لا نهلك وأنت رجاؤنا. ربنا كم من نعمة أنعمت بها علينا قل عندها شكرنا، وكم من بلية ابتليتنا بها قل لك عندها صبرنا. ويا من قل عند نعمة شكرنا فلم يحرمنا، ويا من رآنا على المعاصي فلم يفضحنا. يا الله. يا ذا المعروف الذي لا ينقضي معروفه أبدا، ويا ذا النعمة التي لا تحصى عددا. نسألك أن تصلي على محمد وعلى آل محمد. آمين. وبك ندرأ في نحور الأعداء والجبارين. يا الله. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا. آمين. وعلى آخرتنا بالتقوى، واحفظنا فيما غيبت عنا، ولا تكلنا إلى أنفسنا فيما حذرته علينا. يا من لا تضره الذنوب ولا تنقص المغفرة، اغفر لنا ما لا يضرك واعطنا ما لا ينقصك إنك وهاب. نسألك فرجا قريبا وصبرا عاجلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء والعافية من جميع البلايا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك تمام العافية، اللهم إنا نسألك دوام العافية، اللهم إنا نسألك الشكر على العافية، اللهم إنا نسألك الغنى عن الناس، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة.
اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم عاف رئيسنا وعائلته، اللهم احفظهم من كل سوء ومكروه. اللهم خذ بيده إلى كل خير. اللهم وفقه لما تحب وترضى. اللهم سدد خطاه يا رب العالمين. اللهم أعنه يا أكرم الأكرمين. اللهم أسن له بطانته يا أجود الأجودين. اللهم ارزقنا كمال المتابعة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا في عافية وصحة وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا شفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الدارين يا الله. اللهم أدم علينا بركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الدارين يا الله. اللهم اجعلنا تحت أنظار وفي أنظار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الدارين يا الله. اللهم أدم علينا بركات قرآنك العظيم في الدارين يا الله. اللهم ارزقنا تلاوة القرآن وقراءة القرآن وحفظ القرآن وتأويل القرآن وهداية القرآن ونور القرآن وشفاء القرآن وشفاعة القرآن. اللهم ارزقنا مدد أستاذنا قدس الله سراره وأدم علينا بركاته في الدارين يا الله. اللهم أدم علينا بركات أوليائك يا الله. اللهم اجعلنا في أنظار أحبابك يا الله. اللهم نور قلوبنا بالإيمان والإسلام والإحسان. اللهم زينا بزينة الإيمان. اللهم اجعلنا من الشاكرين والحامدين. اللهم اجعلنا من الذاكرين والعابدين. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ارزقنا سعادة الدارين يا الله وارحمنا في الدارين يا الله. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجنا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات. وعلى آله وصحبه وسلم بحق من أنزلت عليه سورة الفاتحة. رب العالمين تقبل الله منا ومنكم ونظر الله. جزاكم الله كل خير. ما شاء الله ما شاء الله. حياكم الله.